ومن ناحية أخرى، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة للتطوير العقاري لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل. وعلى هامش التوقيع، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه بموجب العقد يتم تخصيص قطعة أرض على الطريق الدائري الأوسطي على شارع التسعين الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة للتطوير العقاري، بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل سكني وإداري وترفيهي وتجاري وفندقي أيضا، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة في أنحاء العالم، وسيتم تسويقه محليا وعالميا، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم. كما أشار السيد محمد زاهد البطرني إلى أنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية بإجمالي استثمارات يزيد على 60 مليار جنيه، موضحا أن هذا المشروع يسهم في استقطاب العديد من الشركات للعمل بمصر مما يوفر العملة الأجنبية، وكذا فتح آفاق أخرى للشباب بتوفير فرص العمل المتنوعة من خلال الاستفادة من خبرات أكبر الأسماء في مجال التطوير العقاري في مصر.